يا مرحبا. طبعا اني راح احكي القصه مالتي، راح تشوفوني اضحك هوايه لانه اني هيك من احكي القصه مالتي اضحك. راح احكيها بعيدا لا يد شفقه لا يد خطيه لا يد ما ادري شنو، راح احكيها حتى اثبتها هايلات حتى بعد اسئله ما تجي. اني عائلتي متكونه من اخ واخت وام واب، يعني اكيد يعني احنا 5 نفرات كنا. راح احكي عني فقط، ما احكي عن اخواني، لان ممكن انه اختي لانه شاركتني بمسيرتي لفتره طويله فراح تسمعون اختي هواي. اوكي، اني وعيت للدنيا اكو مشاكل بين امي وابويا، تمام، لسبب مجهول، يعني جديات اني ما اعرف الموضوع وليش مشاكل وليش ما ادري شنو، مع العلم ان هم كانت بيناتهم قصه حب كلش كبيره. اوكي، بحيث انه هو عاند اهله واخذ امي، ف ما اعرف ليش صارت بيناتهم بعدين مشاكل. المهم اول ما وعيت للدنيا، مو اول ما وعيت، حتى اني ما راح يعني ادخل التفاصيل كلش هوايه، بس انه راح احكي اشياء مختصره. اني ام وابويا هجروا بعض. اوكي، حتى قبلها من شيت اني عمري تقريبا 3-4 سنوات همينه ابويا عاف امي، الاسباب مجهوله والله ما اعرف يعني ليش. المهم امي ظلت ملتزمه بينا، يعني ما دبتنا لا على عم لا على خال لا ما ادري شنو، مع العلم انه كانت الظروف ما تساعد، وحاله كانت بوقتها بدايه الالفينات يعني. اوكي، فالظروف مع العراق كانت كلش مو تمام، طائفيه ومشاكل وحرب واحتلال الى اخره. اوكي، فكانت بالقوه تحصل على شغل وتشتغل وما ادري ايش، فواجهت صعوبات. اوكي، واحنا كنا صغار انه احنا ما نقدر نشتغل. المهم فهي ظلت محتويتنا، واني فترات طويله او مو فترات، سنين كلش هواي اني ما شايفه ابويا، يعني اني عندي صوره الا بالمحفظه، وكنت دائما فكانت عندي صوره البابا بالمحفظه، كنت كل ما اني اشتاق له اضاوع له. اوكي، يعني كنت كلش انقهر، يعني اوريدي انا ما كنت افهم انه ميصه هو يعوفنا، ميصه طفله اني، فكنت كل اللي محتاجته ابي يحتويني، او انه انا لما كنت اروح للمدرسه او اشوف جوارين او اشوف البنات وياهن ابوهن، كنت كلش انهضم وكلش انقهر واظل ابكي كلش هوايه بيني وبين نفسي، يعني من انا وصغيره كنت ما ابكي قدام احد، فكنت اخلي صوته جوا المخده واطلعها حتى امي لا تشوف، لان امي كانت من تشوف الضوج تقول انه ليش تحنون، هو مو بحالكم من هالكلام هذا. اوكي، عمود امي ما تشوفها، ف ظلت سنين كلش هواية على هالنمط هذا. ابويا ماكو بس وامي ملتهية بالشغل مو بحالنا، يعني هو اوريدي ان هي همينه عندها مسؤوليات ايجار ما ادري شنو تتعب وهاي، بس انه بنفس الوقت كانت كلش هواي هاملتني بشكل مو طبيعي. اني فقط يعني، اما ويا اخويا ويا اختي كانت كلش زينه وياهم، كلش مدللتهم وتحبهم، اما اني ما اعرف ليش شو السبب يعني. فكنت اغار من اختي واخويا ليش انه هي تعاملهم هيك وانا ما تعاملني هيك، مع العلم اني اخر العنقود، يعني المفروض انه انا اكون مدلله. تمام، فكانت مرات تسمعني كلام كلش قاسي على طفله بعمري، تسمعني حكي انه انتي مسمومه، انتي ما ادري شنو، انتي ما اعرف شنو السبب، مع العلم انا كنت صغيره لا اعرف شيء عن السم، لا اعرف شيء عن الحقد، لا الكره، لا ما ادري شنو، بس كان دائما تسمعني كلام كلش يقهرني، وكنت دائما اتمنى انه هي تحتويني، اتمنى انه هي تهتم بي، بس اني دائما كنت يعني تجيني مرات اقول ليش ما حد بحالي، ليش ما حد يشوفني، يعني لا امي لا ابويا لا اختي لا اخويا، يعني ما حد بحالي، حرفيا ما حد بحالي، يعني حتى اذا كنت ما اكل كنت ما ادري شنو مو بحالي، بس اذا اخواني مثلا واحد بيهم يعني اختي او اخويا ما اكله وهاي تقول بديني لازم تاكل لازم ما ادري شنو، اني مو بحالي، يا دوب بالمرض شويه. اوكي، فكنت على الاغلب امرض روحي حتى انه اني اشوف الاهتمام. كبرت يعني، بديت مرحلة دراسية، يعني عديت الطفولة بمرحلة دراسية، أول ابتدائي ثاني ابتدائي هيجي، رجع أبويا وأمي، صارت يعني مشاكل بيناتهم كلش هواي قدامي، فكنت كلش أكره هذا الشيء، يعني بحيث كنت أرجف، كنت أخاف، كنت أبكي أعيط بس أشوفهم كنت كلش يعني أعيط لما أشوفهم يتعاركون، لدرجة إنه مرات أبويا يجي
يحاول يمد ايده علي. المهم يعني هيك ظلت مشاكل كلش هواي عائلية بدون سبب، على كل شيء يتعاركون، يعني حرفيا ما يتوانون سوية، ما أعرف أبد، يعني أم وأبويا ما يسوون يجمعون بمكان واحد. فلذلك أبويا كان يبتعد ويبقينا إحنا يم أمنا. ظليت سنين هواية، مع العلم أني أكثر وحدة متفوقة بين خواني، تمام، أكثر وحدة متفوقة بكل شيء، إذا كان بالدراسة ولا بالعقل ولا بهواي أشياء. كنت دائما أني أكون المركز الأول، بس رغم كل هذا كنت أسوي على مود بس أثبت روحي، يعني على مود إنه اهتموا بي، أني زينة، أني ما أدري شنو، ماكو ما حد بحالي. أوكي، حتى كانت أكو هواي أشياء كنت أحاول دائما ألفت انتباه أهلي بأي شيء، حتى لو كانت بشغلة تضرني. يعني من الممكن إنه أني أذي روحي فقط على مود أهلي يشوفوني، على مود فد يوم أمي تحضني، أو مثلا أبويا يخابر ويقول ها مثلا أنتو ما شنو بيها أو ما أدري شنو، بس ماكو. يعني أختي كانت همينة بحياتها الخاصة، أخويا بحياته الخاصة، أمي بحياتها الخاصة، بس أختي وأخويا كانوا دائما أصدقاء يلعبون سوية. أني حتى كنت ما حد يلعب وياي، فكنت أجيب لعابات، وأني هيك أخلي أكثر من شخصية للعابات وألعب. وحتى بنات المنطقة كانوا يتعاركن وياي وما يلعبن وياي ما أعرف همين، ما أعرف ليش. بالمدرسة كذلك ما كان عندي أي صديقة، ما حد يصادقني. ظل بي انطباع إنه أنا أكون دائما هيك خانسة هادئة، وهذا الموضوع لحد الآن بي. كلش هواي كنت أعاني من إهمال الأهل، فلذلك أنا دائما أحكي عن إهمال الأهل، ودائما أحكي إنه أقول أول خذلان إلي هو كان من أهلي. فصعب، يعني كل صعب إنه هذا الشيء أقدر أتخطاه، وإنه أنا أقدر أشفى منه، لأنه أكو هواي أشياء بداخلي. بس رغم كل هذا الله شاهد علي إنه أنا أحبهم وأتمناهم بحياتي رغم كل شيء. يعني وأنا الوحيدة اللي دائما. المهم ما طول الموضوع، ظليت هيك يعني فترة كلش سنين كلش هواي بدون أب أني، وأمي متجاهلتني. هواي تفاصيل إنه كنا أنا ما أقدر أحكيها. المهم يعني شفت أشياء مو المفروض أشوفها، صارت لي أشياء مو المفروض إنه تصير لي بعمر كلش صغير، كلش هواي أشياء. المهم بعدها 2011 أمي كانت محامية وتشتغل وهيجي. أوكي، فوقت الطائفية على مود قضية هيجي، فأمي انكتلت. تمام، لما انكتلت أمي حكيت التفاصيل، شيت بس أني وأختي بالبيت وأمي. أما أخويا كان ويا أبويا ببغداد، لأن ذاك الوقت شوية كبر، فراح يشتغل ويا أبويا يشتغل مهندس. تمام، انكتلت أمي بهذا اليوم اللي هو صادف 2011 1/8. كان بدايتها إنه يعني ثاني يوم إنه هو أول أيام رمضان. بالليلة اللي أمي ماتت بيها كانت أصعب ليلة تمر بحياتي. يعني أمي انكتلت وقدامي وبحضني أنا وأختي، وإحنا بنات وماكو حد يساعدنا، جوارين كلها تخاف، تعتبر جريمة قتل، ما حد يقدر يلمس شغلة أو ما أدري شنو. المهم عاد آخر شي جاء تاكسي، فحاول إنه ياخذ أمي للمستشفى، بس أمي قبل ما تصعد السيارة، يعني أمي يعني خليت راسي على صدرها، لقيت قلبها واقف، فكان الشعور يعني ما أدري توفت أمي. ما حضرت الدفنة لا أنا ولا أختي، لأنه كنا تقريبا بحالة صدمة، شعور ما أدري شلون أوصفه. يعني فقدان أمي كلفني 4 سنوات بكي متتالية، يوميا يوميا يوميا. تمام، والله الله شاهد. دخلت عليها قبل لا يودوها بالثلاجة، دخلت عليها ايش سويت؟ بست ايدها وبست راسها وطلعت. هذا هو كانت آخر مرة لي إنه أنا أشوف أمي. تمام، شنو هم أدري شنو، إحنا ما حضرنا الدفن أنا وأختي قلت. فإجي أبوي بعد سنين، شفت أبوي. أخذنا هذا الحكي. أمي كان إحنا كنا بكركوك. مبدئيا أني رحت، يعني مو أنا رحت، يعني إحنا ودانا أبويا بيت أهله. أما أخويا
ماكو يعني. اخويا راح ويا ابويا، بعد ابويا يشتغل مهندس، فانه هو كرفان وهيجي، فهم هناك عايشين بالشغل. انا واختي الحكي هذا شنو، انا عمامي يمكن شايفتهم مره لو مرتين، يعني هم كلهم شايفتهم كم مره، يعني ماكو صلة بيناتنا، ماكو تواصل بيناتنا، ماكو محبة، ماكو كل شيء. اوكي، ف جديات جرحوني انا واختي جرح بحياتي ما انساه. يعني بهذا عمرنا لما نقعد انا واختي، هي تشوف الكسرة بعيوني وانا اشوف الكسرة بعيوني. يعني اذا تصير جمعات ولد عمي وبنات عمي وعمامي وكلها عماتي كلها قاعدين على الاكل ما ادري شنو، واحد من عمامي يجي يغلط امك وما ادري شنو وانتي يجرحنا. اني والله العظيم والله العظيم اكل والدموع هيجي تنزل تمام، تنزل من عيوني، ابكي ما عندهم رحمة، بس إهانة، بس غلط، ما يشوفون أقل من يمهم.